وسهلا بيكم في زوي زون، دليلكم ليوم أفضل الموسم التاني. أنا زوي، وفي البودكاست هنا هتكلم معاكم عن الحياة، عن إزاي نحل مشاكلنا من جذورها عشان نكمل، لأننا عارفين إن الدنيا مش ريشة في هوا زي ما قالوا، ولا طريقنا مسدود مسدود يا ولدي. الدنيا مرحلة هنعديها بحلوها ومرها. هنا هنصنع الحلو ونشوف إزاي نقلل المر. حلقة النهاردة لمحبي الحيوانات الأليفة، عشان هنتكلم عن تأثير الحيوانات الأليفة علينا وعلى مزاجنا، ونعرف إزاي حيوان صغير ممكن يغير مزاجك ويخلي يومك أحلى. تابعوا معايا الحلقة دي عشان تعرفوا أكتر. في حياتنا بنشوف ناس كتير مربيين حيوانات أليفة، قطط، كلاب، أو حتى تعابين وتماسيح. ومعظم الناس دي هتلاقيهم بيتكلموا عن حيواناتهم كأنهم فرد من العيلة، كأنه بني آدم زيهم، ليه رأي واحتياجات، وفي قلب أصحابهم معزة يمكن ما تقلش عن أولادهم. طب ليه كمية الحب والتقدير دي كلها لحيوان مش بيقوم بأي أعمال تساعدنا في يومنا، زي مثلا الحمار أو الجاموسة بالنسبة للفلاحين؟ ده بالعكس، الحيوانات الأليفة بتتطلب من الواحد مجهود ومسؤولية ومصاريف، وكل ده قصاد إيه يعني؟ وجود الحيوانات الأليفة بيعزز الشعور بالسعادة والراحة، وبيبقى مصدر للحب والحنان والصداقة عند أصحابهم، وبتقدر تقدم لأصحابهم دعم عاطفي في أوقات الشدة، وتساعدهم على التخلص من التوتر والقلق والاكتئاب، وتزود من ثقتهم بنفسهم وشعورهم بالتفاؤل والإيجابية. وده مش كلام كده وخلاص، في دراسات بتقول إن مجرد مشاهدة الحيوانات الأليفة أو الاستماع لصوتها ممكن يخفض من مستويات الكورتيزون في الدم، وده هرمون الإجهاد، وإن اللعب معاهم ممكن يزود من إنتاج هرمونات السعادة زي الأكسيوسين، السيروتونين، والدوبامين، ودول اللي بيساعدوا على تحسين المزاج والشعور بالرضا والانتماء. والدراسة دي اتعملت على أكتر من حيوان أليف زي الكلاب والقطط والأرانب والهامستر، ولقوا إن الحيوانات دي شخصياتها ودودة وبتحب الاهتمام، وإنها تتشارك مع الناس في أنشطة ممتعة. وإنه على الرغم من إن الحيوانات دي مش بتتكلم لغتنا، إلا إنها بتقدر تعبر عن مشاعرها بطرق مختلفة، زي النظر أو اللمس أو عن طريق الصوت أو الحركة، وده بيساعد على تقوية الرابطة بينها وبين أصحابها، وإنه حاجز اللغة ده ما يبقاش عائق في التواصل. وأنا بجهز للحلقة كنت عارفة قد إيه الحيوانات الأليفة بتحسن الحالة النفسية لأصحابها، سواء من تجارب قريتها أو من الناس اللي حواليا اللي لاحظت التغيير ده في حياتهم. والحيوانات الأليفة دي بتغيرهم، يا إما إنها بتساعدهم نفسيا زي ما قلنا، لدرجة إنه بقى في حاجة اسمها العلاج بالحيوانات الأليفة، ودي بتبقى جلسات لمرضى الإدمان أو مرضى تقلبات المزاج، بيقعدوا يلعبوا مع الحيوانات الأليفة كجزء من العلاج بتاعهم. الحيوانات الأليفة كمان بتساعد في تحسين العلاقات الاجتماعية. فكرة إن عندك حيوان أليف بتهتم بيه، سواء بقى بتحاول تجوزه، بتدور على دكتور شاطر، أو مكان كويس تجيب منه الأكل، أو حتى لو خدته ونزلت، كل الحاجات دي هتديلك فرصة إنك تتعرف على ناس جديدة وتبني صداقات وتحس إن أنت في مجتمع، خصوصا الناس اللي عندها نفس الحيوان أو محبي الحيوانات في العموم. حتى في داخل الأسرة أو العيلة، الحيوانات الأليفة بتكون مصدر للتفاعل بين أفراد الأسرة، لأنها بتحفزهم على الكلام والهزار، وإنهم يقضوا وقت ممتع سوا، وإنهم كمان يتعاونوا في الاهتمام بالحيوان الأليف، وده طبعا بيعمل جو إيجابي وبيخفف من الشعور بالوحدة. أنا كزوي ما عنديش حيوان أليف بتاعي، بس من وأنا صغيرة وأنا متعودة إن البيت فيه حوض سمك. اتغيرت الأسماك والأحواض وأحجام الأحواض، بس الفكرة دايما موجودة في البيت. وعلى مدار السنين
شفت بنفسي الالتزام والمسؤولية اللي زادت عند اخواتي من يوم ما دخلوا حوض السمك بيتنا. ودي حاجة ناس كتير مش بتاخد بالها منها، خصوصا وهم بيجيبوا حيوانات أليفة لولادهم، وهي إن تربية الحيوانات الأليفة دي مسؤولية كبيرة جدا، لأنه كائن مهما كان قوي فهو أضعف منك، لأنه محتاجك ترعاه وتفهمه وتهتم بيه. كتير بنشوف بوستات على السوشيال ميديا حد بيقول إنه لقى كلب أو قطة شكلهم تربية بيوت مرميين في الشارع، أو يتكلموا عن حوادث تعذيب للحيوانات، وده بيبقى نتيجة لأنه الشخص أو الطفل اللي كان بيربي الحيوانات دي ما كانش عنده إحساس بالمسؤولية، وشايفهم إنهم مجرد لعبة مش روح زيها زيه ليها حقوق. ودي رسالة لأي حد بيفكر يجيب حيوان أليف، يا تبقى قد المسؤولية يا بلاش. حرام نعذب كائنات ملهاش ذنب عشان ننبسط لنا يومين. وبما إن كل حاجة ليها مميزات وعيوب، الحيوانات الأليفة كمان كده. عشان كده لازم نتكلم عن إيه هي المساوئ اللي ممكن تواجهنا عشان نبقى شايفين الصورة كاملة. تربية الحيوانات الأليفة مش بس تتطلب مسؤولية، هي كمان بتتطلب وقت ومجهود، خصوصا لو حيوانك الأليف تعب أو تعرض لإصابة. ده غير إنه حياتك لازم تكون مهيئة لوجود الحيوان. يعني مثلا لو بتسافر كتير ومش هينفع يسافر معاك ومفيش حد غيرك بيرعاه، يبقى هنا هيبقى فيه مشكلة، ونظام الحياة ده ما ينفعش فيه حيوان أليف. وبما إن معظم الحيوانات الأليفة أعمارها أقصر من أعمارنا، إلا مثلا لو عندك سلحفة، ففي احتمالية كبيرة إننا هنفقد الحيوان الأليف ده، وإنه مش هيعيش معانا العمر كله. وده شيء صعب، لأن العشرة والرابطة اللي بتجمعنا معاهم بتبقى قوية، لدرجة إنه في بعض الشركات في دول الأجنبية بتدي يومين أجازة للموظف اللي فقد حيوانه الأليف. كمان حاجة تانية ممكن تسبب المشاكل هي المشاكل السلوكية لبعض الحيوانات الأليفة واحتياجهم للتدريب والتأديب. المشاكل السلوكية دي ممكن تعمل خسائر مادية، وفي الأوقات دي ناس كتير بتقرر تتخلى عن الحيوان الأليف بدل من إنها تدربه. وآخر حاجة هي التأثيرات الجسدية، زي إنه الواحد يبقى عنده حساسية من الحيوانات الأليفة، ودي في بعض الأوقات ممكن تكون خطيرة، خصوصا لو وصلت لمرحلة ضيق التنفس. وطبعا لازم نهتم بنظافة الحيوانات بتاعتنا عشان نتجنب العدوى من بعض الأمراض والحشرات اللي قلة النظافة ممكن تسببها للحيوان وتنقلها لينا. وبكده نختم حلقتنا النهاردة. أتمنى أنكم استمتعتوا بالحلقة وتعلمتوا حاجة جديدة. لو عندكم أي أفكار لمواضيع حلقات نفسكم نتكلم عنها، أو عندكم مشاكل عايزين نحلها سوا، ما تترددوش في أنكم تتواصلوا معانا على صفحات السوشيال ميديا بتاعتنا، وعرفونا كده عندكم حيوانات أليفة ولا لأ، وإيه تجاربكم في الموضوع ده. اللينكات كلها هتلاقوها في وصف الحلقة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية.